عارفة بقى لما تعملي أكلة وكل البيت يتجنن عليها ومن حلاوتها يقولولك لا احنا عايزين منها تاني؟ اهي هي دي الأكلة. اه والله زي ما بقول لكم كده. يلا تعالوا على طول شوفوا، ده بصدر فرخة واحد هنعمل وليمة. صدر فرخة واحد بس، اللي هو فص واحد. وتعالي هنعمل احلى اكله، ولادك هيتجننوا عليها. مش كده وبس، ده هيطلبوها منك على طول. يلا كده سمي بالله وصلي على الرسول، وهاتيلي فص واحد كده من صدر الفرخه. صدر الفرخه بيبقوا اتنين، ده واحد بس. خدنا واحد كده يكون سليم زي ما هو، غسلناه وابتدينا ان احنا نقطعه بالشكل ده كده. عايزه اقولك بجد الطريقه دي في حته تانية خالص. هنقطعه كله وهوريكم دلوقتي هنعمله ايه، بس سموا بالله وصلوا على الرسول كده. وكمان قولوا لي من اي بلد بتشوفوني. هنا كده هبتدي ان انا افرده بقى على القطاعه بتاعتي، واجيب كيس تلاجة واحطه عليه، وابتدي بقى كده دقدقه بالراحه خالص. بالراحه مش جامد علشان ما يتهريش معايا، عشان لو في حته اعلى من حته تتساوى زي ما انتي شايفه كده. هو ده اللي انا عايزاه. بعد كده بقى على طول هنجيب طبق نبتدي ننزل بيه بقطع الفراخ. هسيبلك بقى تحت في التعليقات تطبيق بجيب كل الافكار دي من عليه بدون انترنت. اول مره بنت بتحمليه وبعد كده بيبقى معاكي على طول. حمليه عندك هتستفادي بيه كتير جدا. بعد كده بقى جبت ربع كوبايه من اللبن وبضايه وحطيتهم عليه. حطيت فلفل اسود وبهارات فراخ، وكمان بابريكا. وكمان هنحط دلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد، شويه من مرقه الدجاج البودره، وملح وتوم بودره وبصل بودره. تقدري لو ما عندكيش توم بودره وحطيت حبه صغيرين من الشطه، ما عندكيش توم بودره اهرسي فصين من التوم وشويه ميه عصير بصل. وحطيت معلقه من الكاتشب ومعلقه من الصلصه وعصير ليمونه. ولو عايزه تحطي بقى كمان شويه من دبس الرمان بيديله طعم حلو قوي قوي قوي. هسيبه بقى في التتبيله دي شويه كده بتاع نص ساعه مش اكتر من كده، لان انا كنت بحضر الاكل ده قبل ما يطلعوا من المدرسه. هركنها بقى على جنب كده، ونبتدي بقى نجيب الطاسه بتاعتنا، معلقتين كده حلوين من الزيت. اي طاسه عندك ما تكونش بتلزق، يعني يا تيفال يا كريل يا جريل عادي كده. بس لو طاسه الومنيوم هتلزق منك فخلي بالك. ابتديت بقى اول ما الزيت سخن معايا ابتديت ان انا انزل بقطع الفراخ كده بالشكل كده. عندك اير فراير ممكن تحطيها فيه، بنصفيها من التتبيله. والتتبيله دي انا ما برميهاش، التتبيله دي انا بحطها في كيسه وبكون مستعجله اقوم جايبه شويه بانيه وحاطه التتبيله دي عليها. فالتتبيله اللي هتبقى مني انا ما برميهاش، بستفاد بيها. وبسيبها بقى تستوي على نار متوسطه زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم لا مش حلوه، لا مش جميله، لا احلى من كده بكتير جدا. بجد تحفه تحفه تحفه. هيتجننوا عليها من حلاوتها وطعمتها، وكلها على بعضها ما بتاخدش في التحضير 5 دقايق وتسويه 5 دقايق، يعني اكله الانجاز. تعملي بقى جنبها شويه مكرونه، تعملي جنبها بقى تحشيها سندوتشات وتحطي شويه سلطه او كابوتشا او خيار اللي انت عايزاه. كده انا خلاص خلصت صدر الفرخه بتاعي ده يعمل لي كذا سندوتش على فكره. بجد تحفه يا بنات، جربوا الطريقه دي انا متاكده انها تعجبكم. وكمان هسيب لكم التطبيق تحت، ما تنسوش تحملوه عندكم لانكم هتستفادوا منه زي ما انا بستفاد منه كده. بس كده قولوا لي ايه رايكم في الطريقه دي، وشفتوها قبل كده ولا اول مره تشوفوها؟